بقول لك ايه يا ابو الصحاب، ما تيجي نتفرج كده مع بعض على ردة فعل الزملكاويه على فوز الاهلي على سيراميكا وفوز الزمالك على بيراميدز. بس قبل ما اعرض اي حاجه انا عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا جدا. اي واحد هيتعرض له فيديو في الحلقه دي والله العظيم في القلب، وانا من اشد المعجبين بيهم واحد واحد. يلا بينا. والله ما قادر اتكلم. بس كابتن علي ماهر النهارده اللي شافه من الدقيقه 90 لحد نهايه الوقت الضايع والله لن ينساه طول تاريخه. اقسم بالله ما كان واقف في الملعب النهارده مبلم عامل لهم كده يا كابتن علي قال له الراجل يا عيني اقسم بالله فقد النطق. هو الاهلي كسب. هو اللي كسب. هو اللي كسب يا عمران. الاهلي كسب. الاهلي كسب سيراميكا كليوباترا وصعد لنهائي السوبر المصري، وشكله كده ناوي على البطوله. شكله ناوي على البطوله. تحس ان هو في حاجه غلط، هو مش مصدق يعني. سيبك ان الاهلي كسبان، يعني سيبك من موضوع ان الاهلي كسبان 2-1 دي. كده كده الاهلي كان هيكسب الماتش، واحنا عارفين ان الاهلي كان هيكسب الماتش. الاهلي كسب سيراميكا برضه. ما سيراميكا قدامه كان يتعادل، كان قدامه يتعادل كذا مره والماتش يروح ضربات جزاء يا جدعان. ضربات الحظ، ضربات الترجيح اللي تبقى الفرصه 50-50، لكن الاهلي كسب. ما هو الاهلي بيشوف بطولات تلاقيه اتجن، لا يعرف انه بيلعب على بطوله خلاص شكرا، ما بيشوفش قدامه، ما بيعتمدش حد. وهيوصل لنهائي السوبر المصري انا عارف. بس كابتن علي ماهر يعني عمل كل اللي عليه، يعني هو عمل كل اللي عليه، وجت من عند الله في لمستين يد في ال 18 بتاع النادي الاهلي من بعد الدقيقه 90 لسيراميكا كليوباترا، والحكم ولا كانه شافهم. يعني هو بيبص للحكم عايز يقول له ارحمني، اوطي على رجلك ابوسها والنبي انا بلاعب والنبي يعني عايز اي حاجه يعني. الحكم لو حسب ضربه جزاء لسيراميكا كليوباترا الماتش اتقلب. ننهي الجدل عشان الحوارات الكتيره، عشان الاهلي بيكسب بالحكام وسيراميكا له ضربه جزاء والحكم البنا جامل الاهلي، وعشان نخلص من القصه دي كلها. كره سيراميكا ما اتحسبتش ضربه جزاء ليه؟ لان اول كره خبطه في الارض وبعد كده خبطه في ايده، خبطه في رجله بعد كده خبطه في ايده. الكره الثانيه لانها خبطه في رجل بن رمضان بعد كده خبطت في ايد ياسين مرعي، والكلام ده اللي قاله الحكم. غير كده بقى ان في صوره لمحمد البنا وهو بيعلن اصلا ان الكره اوفسايد. يعني في صوره لمحمد البنا وهو بيشاور اللاعب السيراميكا كليوباترا ان الكره اصلا اتراجعت في الفار وطلعت اوفسايد، علشان كده هو ما رجعش الفار وما بصش في الفار ولا حسب الاولى ولا حسب الثانيه. الماتش اتقلب بقت 2-2، والعب بقى وقت اضافي يا اما تلعب ضربات جزاء بقى، وانت هتشوف ايام زرقاء بقى خلاص بقى. يعني سيراميكا كليوباترا انت اديته امل في الحياه ان هو يرجع تاني ويوصل مكانك النهائي. يعني كابتن علي ماهر اتصدم والله العظيم، اتصدم. يعني هحط لكم الصور في الكومنتات عامل كده مش يا جماعه في ايه؟ مين ده في والله لمستين يد في ال 18 بتاع الاهلي باينه. جمهور النادي الاهلي ذات نفسه هيقول الكلام ده في الكومنتات، باينه في لمستين يد، لو واحده فيهم مش صحيحه فالثانيه صحيحه. فزي ما قلت لك الكره الاولى خبطه في رجل اللاعب بعد كده جايه في ايده ما بتتحسبش. فاكر الكره دي بتاعت الزمالك ما اتحسبتش ليه؟ عشان جايه من زميله. تمام وكان على قلبنا زي العسل مدام على الزمالك، لكن لو على الاهلي لازم تتحسب طبعا. الضربه الثانيه بقى قال لك ان الكره اصلا اوفسايد على فخري لقاي، ده قرار الحكم مش قراري. فلا الاولى ضربه جزاء ولا الثانيه ضربه جزاء. والحكم يعني عمل من بنها قال له لا والله الاهلي هيوصل النهائي، يعني هيوصل النهائي. مش عارف هو احنا اصلا هنعديله؟ يعني احنا كنادي الزمالك هنعديله؟ الله مش عارف. الاهلي وصل النهائي هيلعب بيراميدز معروفه. الزمالك وبيراميدز وربنا يستر. حاسب على كتفك يا امه. الزمالك محتاج عبد الله السعيد يطلع بالكوره. عبد الله السعيد نزل يا مسهل. لسه بقول ربنا يحميك يا شحاته. خبط تعور نزل دم. انزل يا خديوي وخلص الدنيا. اللعيبه كلها اتصابت. لو طلعنا النهائي مهدي سليمان هنلعب وينج يمين. انجز اللي كان هيعملها يا اخي ما تاخدونا. لا وايه الاهلي يكسب ايه بهدفين. الهدف الاول صناعه زيزو تسجيل تريزيجيه، زيزو الزملكاوي. الهدف الثاني صناعه تريزيجيه تسجيل جراديشار، تريزيجيه صناعه بن شرقي قصدي تسجيل جراديشار، تريزيجيه بن شرقي الزملكاوي. يعني زيزو الزملكاوي يصنع للاهلي الاول وبن شرقي الزملكاوي يصنع للاهلي الثالث.
وامام عاشور ربنا يشفيه لو كان موجود كان زمانه مسجل جول. احنا بنبني اجيال والاهلي بيشتريها، احنا بنبني لعيبه والاهلي بيشتريها. في ايه يا جدعان؟ محدش قادر الاهلي يعني انت يا سيراميكا كليوباترا هتلاقي الاهلي اسوأ دفاعيا من كده ايه عشان تكسبه، عشان تسجل عليه، عشان تجيب جول يا عم. هتلاقي الاهلي اسوأ من كده ايه يا عم سيراميكا علشان تكسبه. والله دفاع الاهلي سيء جدا. تقدر ان انت تخترق، تقدر ان انت تسجل جول من عرضيه، من اختراق، من بينيه، من كسر مصيده التسلل، من ضربه ثابته، من ضربه ركنيه، من شوطه من بره. حتى الشناوي مش احسن حاجه، يعني حتى الشناوي بيمر بفتره برضه مش احسن حاجه. فالاهلي هيبقى اسوأ من كده ايه عشان تكسبوه يا جدعان. هتقول لي وانت ما شطرتش ليه يا عم الزملكاوي؟ هقول لك في النهائي هتشطر. المحك بس في النهائي يا اهلي، المحكوا بس في النهائي. والله زمان وبعودة ليلة أبوكوا ليلة سودا. هتقول لي يا عم ده انتوا هتلعبوا بيراميدز. اقول له بيراميدز ده انت تخاف منه؟ انا ما بخافش منه يابا. بيراميدز ده ما يخوفنيش، بيراميدز ده انا بالناشئين انزل ادعكه. بيراميدز ده انا لو بص حالتي رايحه في داهيه لو هابط درجه ثانيه اكسبه فرق سكور مرتاح، كعبي عالي عليه. تعرف ان انا قابلت بيراميدز في الادوار الاقصائيه 5 مرات، كسبت 4، كسبني مره واحده بس. اخر مره رقعوا في الكاس ورقعته قبل كده 3-0 و2-0. فبيراميدز على قد ايدي. خلاصه الكلام يا عم الناس يا اهلاوي، الف مبروك يا سيدي، الف مبروك الفوز. بس انت حطيت نفسك في مشكله، عارف ليه؟ عشان هتلاعبني في النهائي. والله زمان وبعودة ليلة أبوكوا ليلة سودا. عشان انا باذن الله هحط على بيراميدز واكسبه 2-0. هكسب بيراميدز 2-0 ومستنيك في النهائي في الامارات. وش السعد والخير عليا، علشان ايه الكلام يبقى على كبير. ابقى خدت منك بطوله واخليك تمشي استروب اللي انت فرحان بيه ده، واكسب زيزو في اول مواجهه يلعبني فيها في ارض الملعب على بطوله هو وبن شرقي. سلام عليكم. والله زمان وبعودة ليلة أبوكوا ليلة سودا. انت الامل يا عبد الله. الحمد لله رب. وانت هتجيب لي غلطه يا وانت بالله عليك. ده احنا جامدين قوي وجايين. اصبر. هتضيع في حاجه. جابها. الحمد لله. زيكو ده هيضيع. بقى زيكو حكم. ضيع. زيكو ضيع. زيكو ضيع. يلا يا زيكو. جابها. كده. الزمالك الى نهائي السوبر المصري. قلت لك بيراميدز على قد ايدنا. جاي لك واوعى تهرب، جاي لك واوعى ما تجيش، جاي لك واوعى تخاف وتنسحب، جاي لك وهاخد السوبر منك. قلت لك الزمالك ما بيهابش حد. قلت لك الزمالك لو مستوى وحش، لو هابط درجه تانية، لو مرفوع عليه 100 قضيه، لو ما عندوش لعيبه، لو ما عندوش سكواد، لو ما عندوش اي حاجه، قلت لك الزمالك هيكسب بيراميدز. كرة الصعود إلى الفاينل جاي لك يا أهلي. دخل يا جزيري، دخل يا جزيري. جاي لك يا أهلي، جاي لك يا أهلي، جاي لك يا أهلي. والله زمان وبعودة ليلة أبوكوا ليلة سودا. أيوة بقى، أيوة يا جزيري. جاي لك يا أهلي. يا حبيبي احنا عايزينك تكسب يالا، ده احنا مستنيينها بقى من فارغ الصبر. اي كلام فاضي معقول. ماتشاتي معاك يا بائس يا محلي على البطولات. اي كلام فاضي معقول. ده انت ركبك بتخبط معاك في الامارات. انت ركبك بتخبط من ساعه ما وصلنا ضربات جزاء وعارف ان انا هكسب. ليه عندك طار يالا يا بائس يا محلي؟ ده احنا ليه عندك طار يا ابني؟ احنا مش هنخليكم تشوفوا قدامكم. جمد قلبك وتعالى. انت بس خليك وما تخلعش وما تهربش. يا ريت الاتوبيس ما يعطلش منك بس. الله يبارك لك. مستنيك يا حبيبي. يا ابني انت ركبك بتخبط مني. انت ما عندكش دفاع، انت ما عندكش دفاع اصلا. دفاعك واقع. انت ما عندكش فريق يالا، انت ما عندكش فلوس يالا. كسبت بيراميدز اللي كسبك في الدوري وما عرفتش تكسبه، اللي كسبك 2-0 كسبته وصعدت على حسابه لنهائي السوبر المصري عشان اقابلك. رك براحتك. انا لو قال مستنيك. اتكلم في الملعب يالا، اتكلم كوره يالا. والله زمان وبعودة ليلة أبوكوا ليلة سودا.
مين اللي قال ان هي هتبقى ليله سودة بس؟ ايه اللي هيسودها؟ ده هتبقى ليله حمراء وزي الفل على راي الجنرال مدحت شلبي. تحياتي لكل واحد محترم ظهر معايا في الفيديو ده، ولو انت لسه بتتفرج لحد دلوقتي على الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناه والتعليق الحلو الجميل اللي زيك. وان شاء الله يوم الاحد نهائي السوبر المصري بين الاهلي والزمالك، وان شاء الله باذن الله وبامر الله السوبر اهلاوي.